أهلا بيكم في رحلة وعي. وقبل ما نبدأ حلقتنا سبسكرايب للقناة، ولو بتتابعنا على طول شاركنا برأيك في التعليقات. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا لكنه حقيقي وبيأثر في حياتنا أكتر مما بنتخيل: جراح الطفولة. العنف الأبوي، القهر، أو حتى فقدان الأمان من الأبوين حاجات ممكن تفضل محفورة جوانا وتظهر بعد سنين في المراهقة أو حتى بعد الجواز. ومعايا النهاردة دكتور نور الدين شاكر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا صوفيا. وخليني أقولك أكتر حاجة بشوفها في الجلسات ناس فاكرة إنها كبرت وعدت، لكن الحقيقة جواهم طفل مجروح لسه بيتألم. أنا كنت بتناقش مع حضرتك قبل اللقاء عن واحدة من جلساتك. بنت قالت أنا عمري ما حسيت بالأمان في بيتنا. هو ده اللي بيخلي جرح الطفولة يسيب أثر طول العمر؟ بالظبط. البنت دي كانت بتتعامل مع أي صوت عالي كأنه خطر. جوزها يقول لها كلمة عادية تلاقي نفسها بترتعش، لأن جواها ذكرى متخزنة. الصوت العالي معناه عقاب. ده بيوضح إزاي أحداث الطفولة بتتخزن كجرح عاطفي ويطلع في شكل خوف أو رد فعل مبالغ فيه بعدين. طب يا دكتور، لو الطفل اتعرض لعنف أو قهر من أبوه أو أمه، ده يبان إزاي في فترة المراهقة؟ بيبان في صورتين: يا إما مقاومة وتمرد، مراهق عنيد بيرفض يسمع أي سلطة، يا إما خضوع وضعف، مراهق بيخاف يقول رأيه، دايما ساكت. أنا فاكر شاب قال لي أنا عمري ما قلت لأ لحد عشان متعود من وأنا صغير إن لو قلت لأ هتعاقب. النتيجة إن أصحابه سخروا منه في المدرسة لأنه متعود يستسلم. طب وهل الجروح دي بتظهر في الجواز بعدين؟ طبعا. في زوجة بتقول لجوزها أنا مش بصدق إنك بتحبني. هو بيستغرب إزاي وأنا بعمل كل حاجة، لكن الحقيقة إنها متعودة من طفولتها إنها تسمع كلمات تقليل مش دعم. فلما جوزها يديها حب عقلها مش قادر يصدق. الطفل الجريح جواها لسه بيقول أنا مش كفاية. طب يا دكتور، إزاي الشخص يبدأ يتعافى من جراح الطفولة؟ في تمرين بسيط اسمه إرسال رسالة للطفل الداخلي. هات ورقة واكتب رسالة للطفل اللي كنت عليه زمان. قول له أنا شايفك، فاكر وجعك، ومش هشيبك تاني. التمرين ده بيعيد بناء علاقة آمنة بينك وبين نفسك. ادينا مثال من جلسة حد قدر يتجاوز الجراح دي. في راجل عنده 40 سنة كان بيبكي كل ما يفتكر إن أبوه عمره ما قال له أنا فخور بيك. بدأنا نشتغل على إنه يدي لنفسه التقدير اللي كان محتاجه. بعد فترة قال لي لأول مرة حسيت إني مش محتاج موافقة من بابا عشان أكون ناجح. هنا الجرح لسه موجود بس بقى أهدى وأقل وجع. طب ندي للمستمعين تمرين تاني يقدروا يبدأوا بيه النهاردة لو حسوا إنهم اتأثروا فعلا بطفولتهم؟ جربوا تمرين دوائر الأمان. ارسموا 3 دوائر. في الأولى اكتب الناس اللي بتحس معاهم بأمان كامل. في التانية الناس اللي بتحس معاهم بأمان جزئي. في التالتة الناس اللي بتحس معاهم بالخوف أو القلق. الوعي ده بيخليك تختار دوائر حياتك بوعي وتدي لنفسك فرصة تتشاف وتتحب صح. يا دكتور، هل اللي اتأذى في طفولته ممكن من غير ما يقصد ينقل نفس الجرح لولاده؟ للأسف كان عندي أب شاب قال لي أنا كل ما ابني يغلط بلاقي نفسي بزعق بنفس صوت أبويا وأنا صغير. هو كان بيكره العنف اللي اتعرض له، لكنه من غير ما ياخد باله أعاد نفس السيناريو مع ولاده. اشتغلنا سوا على كسر السلسلة، إنه ياخد نفس قبل ما يرد ويختار أسلوب تاني. بعد أسابيع رجع لي يقول لي لأول مرة ابني غلط وأنا اتكلمت معاه من غير ما أصرخ. هنا بيبان قد إيه التعافي مش بس يحررنا لكن كمان يحمي الجيل اللي بعدنا. طب يا دكتور، هل كل جراح الطفولة بتبان في صورة ضعف وخوف ولا ممكن تبان في شكل تاني؟ سؤال قوي جدا. في ناس بتحاول تعالج جراح الطفولة عن طريق النجاح المفرط. أنا فاكر سيدة ناجحة جدا، منصب عالي، كل الناس بتحسدها، لكن في الجلسة قالت أنا بجري طول الوقت عشان أثبت إني مش فاشلة زي ما بابا كان بيقولي. النجاح هنا ما كانش بدافع شغف، كان بدافع جرح. اللي ساعدها تتعافى إنها تفصل بين قيمتها كإنسانة وبين أدائها في الشغل، وهنا اكتشفت إنها تستاهل تتقدر حتى لو قعدت يوم من غير إنجاز. يعني نقدر نقول إن الطفولة ما بتخلصش، الجروح اللي فيها ممكن تفضل جوانا لكن كمان ممكن نتعافى منها. شكرا جدا يا دكتور نور الدين على الحلقة المؤثرة دي،
ولو انت بتسمعنا وحاسس ان الكلام لمس حاجة جواك، خد خطوة صغيرة وابدأ رحلة التعافي. شارك الحلقة مع حد محتاج يسمعها، ونشوفكم في حلقة جديدة من رحلة وعي.